السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. النهارده اكلة جديدة طبعا، حاجة كده اختراع، هتعجبك وهتتبسطي منها وهتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة ان شاء الله بإذن الله. تيجي نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنعمل الكفتة مع بعض. عشان نعمل الكفتة بتاعت الطاجن ده هتحتاجي معاكي بصلة كبيرة، كزبرة خضراء، 300 جرام لحمة. زي ما شايفة كمية الكزبرة معانا مش كتير. هتبشر البصلة كويس او تضربيها في الكبة وترشي عليها شوية ملح وتسيبيها كده دقيقتين 3 تنزل المية اللي فيها، عشان الكفتة طبعا مش بتحب المية بتاعة البصل. لو حطيتيها بالبصل كده من غير ما تصفيه هتفك الكفتة منك، مش هتبقى ماسكة بعضها كويس. نعصر البصل كده كويس، تنزل المية اللي فيه كلها، وهننزل بكمية اللحمة اللي هنحتاجها النهاردة. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. لو انت اول مرة تشوفينا يسعدني ويشرفني ان انت تنضمي لنا في عيلتنا الكبيرة ان شاء الله. اصل الاكل مع خلود. هننزل دلوقتي بالكزبرة الخضراء. لو مش حابة كزبرة حابة تحطي بقدونس برضه هتمشي معاك، تبقى زي الفل وتعجنيها كويس. اهم حاجة العجن في الكفتة، طالما عجنتيها كويس وخدمتيها في العجن تطلع معاك مظبوطة مية مية. هننزل دلوقتي بمعلقة ملح، تقريبا معلقة صغيرة، ونص معلقة فلفل اسود، ونعجنها كويس. تقدري تاخدي تعجني فيها براحتك خالص لما تطلع معاكي مظبوطة زي كده. بصي، انا حابة نوريكي النتيجة اللي نوصل لها ازاي. شايفة الانسجة بقت عاملة ازاي معاكي؟ تقعدي تعجني فيها لحد لما توصل للشكل ده بالظبط. بصي هتعرفيها ازاي، تصبعيها كده اهو، صباع ماسك نفسه، صباع كده بتاع الكفتة، حاجة محترمة. شايفة اهو، مش بيفك بالسهل. كده كفتة تطلع معنا مظبوطة مية مية. نجيب مية البصل اللي احنا ما رميناهاش، لازم نستخدمها. تدهني ايدك مية البصل وتاخدي حتة لحمة كده بتاعة الكفتة وتصبعيها كويس. اهم حاجة تمسكيها كويس وتدوسي عليها كده عشان تبقى ماسكة من نفسها كده، والصباع بتاع الكفتة ما يفكش معاكي اهو زي ما شايفة كده. بصي صباع كده حاجة محترمة وماسك نفسه ومية مية. هنعمل كده بالظبط في الكمية بتاعة الكفتة كلها. هنخلي صباعين الكفتة كلها قد بعضها. حابة تقطعيها دواير برضه هتبقى زي الفل معاكي. حابة تصبعيها كده برضه مية مية. حابة تعمليها على الخلة بتاعة الكفتة كده هتبقى برضه معاكي كويسة. الشكل اللي تحبيه اعمليه. نقول تاني، اهم حاجة تصبع الكفتة كويس، تمسكي صباع الكفتة كده تضغط عليه، تخليش فيه هوا كتير من جوه، هيطلع معاكي مظبوط ومحكوم كده وماسك نفسه. واهم حاجة تبلي ايدك في مية البصل، هتفرق معاك في شكل الكفتة من بره، هتخليها ناعمة وهتخلي طعمها حلو، هتديها هنا في نفس الوقت لون جميل في الفرن. خلصنا كده كمية الكفتة بتاعتنا، عملناها كده كلها اهو، طلعت معانا كمية محترمة بسم الله ما شاء الله. نيجي بقى نعمل الطاجن. عشان نعمل الطاجن بتاع الكفتة بالبطاطس هتحتاجي بطاطس، بس البطاطس دي مش نية، هتقليها نص قلية كده في الزيت. وهنحتاج الخضار معانا كده هيكون ايه، فريش. هتجيبي معاكي كزبرة خضراء، طماطم متقطع زي ما انت شايفة كده شرايح. هنجيب فلفل اخضر وفلفل احمر. تمام، ده الخضار بتاع الطاجن. نقلبهم كويس مع بعض. لايك شير وسبسكرايب للقناة، متنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصل كل جديد ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده توم. هتقولي لي اسود كده؟ التوم ده انا كنت هرسته في الهون مع فلفل اسود، عشان كده طلع باللون ده. هنجيب معلقة صلصة، بس صلصة كده محترمة، يكون نوع نضيف كده، هتدي معاكي طعم من الاخر يعني.
زي ما شايفه كده. حطيت الملح وفلفل اسود وتوم، وادي نص كوبايه ميه ومعلقه صلصه كبيره، وتقلبيهم مع بعض. هنا ممكن تحطي التوابل اللي انت حابه تحطيها. انا هنا بعد ما قلبت كده حطيت تقريبا نص معلقه سبع بهارات اهو. تقلبيهم كويس وتنزلي بالصوص ده فوق الطاجن، فوق الخضار. في نفس الوقت أكلة مفيدة لذيذة، طعمها حكاية وهتعجب الأولاد، وبنتي كده في نفس الوقت برضو دخلتي لهم خضار في الأكل كده مفيد يفيدهم في صحتهم. ودايما خليك متنوعة كده في الأكل وتدخلي لهم الخضار في أشكال مختلفة، هيعجبهم إن شاء الله ويساعدهم في صحتهم إن شاء الله. دايما نعود الأولاد على أكل الخضار، لأن الخضار جميل، فيه فوائد كتيرة، مغذي من جميع النواحي الصراحة. ننزل بالكفتة كده ترصيها بالرصة اللي تعجبك. أنا رصيتها داير ما يدور كده. شكل الطاجن هو ني يجوع يجوع يجوع، حاجة كده خيال خيال خيال. انت ان شاء الله بعد ما تجربي الطاجن ده هيعجبك، ومش هتبطلي تعمليه، هيطلع معاكي كويس وهينفعك. خلي بالك لو انت موظفة كده، حاجة كده سريعة، تعملي كفتة كده الصبح قبل ما تمشي تسيبيها في التلاجة، تيجي يا دوب كده تقطعي حبة شوية الخضار دول وفي الفرن، مش هياخد منك ايه اكتر من تلت ساعة. وان شاء الله بعد ما تاكلي الاكلة دي وتعجبك ان شاء الله تدعيلي ان شاء الله دعوة حلوة. بصي، شايفة حاجة كده محترمة في اخر من الاخر. مم. خد بالك انا من التفاصيل والديتيلز اهو. قرن فلفل انا حطاه كده عشان التصوير، لكن احنا مش بنحب الحامي اهو. بصي في دقيقة استوى. شفت الشغل شغل عالي الصراحة، شغل عالي شغل عالي. خد بالك كنت بصي شايفة الجمال. الصراحة انا مش لاقي حاجة توصف الجمال ده. بس الكفتة طالعة معاكي مظبوطة وماسكة نفسها ومش فاكة معاكي، شايفة حاجة كده بسم الله ما شاء الله اهو. وان شاء الله لو حابين تجربوا وصفات تاني ان شاء الله تكتبوا لي في التعليقات، وانا هنحاول في اقرب وقت نعملها لكم ان شاء الله باحسن طريقة واسهل طريقة ان شاء الله. شايفة البطاطس كده دايبة معاكي ومستوية، والطاجن ما خدش معانا تقريبا نص ساعة في الفرن. لو عجبتك الاكلة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله تنوريني في عيلتنا في اصل الاكل مع خلود. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامة.